قبل ما نحكي على كيليان امبابي خلينا نقول لك انه افضل لاعب بالمباراه بغض النظر عن انه انعطت لمبابي هي لفالفيردي، لانه فالفيردي يا جماعه العمل اللي يقوم بيه شيء مو طبيعي. يعني لاعب يمشي لك المباراه كلياتها برتم عالي قوي، تحسه يعني يركض برضه الملعب رجل، يعني تحسسك ايش مثل جماعه يعني جوالينتون، يعني جد تحسه رجل بمعنى الكلمه. وانا احب هذول اللعيبه اللي يكونون قدوه بارض الملعب، لعيبه يعطوك يعني المباراه 90 دقيقه يركضون ما يوقفون. يعني شفته يقاتل على كل كره، لا ولمحته للهدف الاول هو الاسيست تبعه شيء خرافي. طبعا كيليان امبابي ما ننسى اليوم هذا الجولين اللي سجلهم بشكل عام، وانك تعطيه ضربه الجزاء اعطته معنويات بشكل مو طبيعي، انه الفريق كله واقف وراك، ولكن بس عليك انك تثبت نفسك. معاكم محمد بهاشتاج سبورت، اتمنى طبعا منكم انكم تدعمونا بالقناه وتشتركون، وخلينا نفوت على مباراه ريال مدريد ضد ريال بيتيس. طبعا المباراه اللي كان الغائب الابرز بها كالعاده جود بيلينغهام، كان عندك اصابه كامافينجا، يعني شفنا الاصابات يعني متعدده. عندك من ناحيه ريال بيتيس عندك نبيل فقير، يعني هذا لحاله يكفي بغض النظر يعني عن ايسكو، ولكن هذا لحاله يكفي. عرفت علي؟ المباراة طبعا ريال بيتيس قدم زاد مباراة يعني تقريبا لحدود الدقيقة 70 ممتازة، ولكن بعدين تعرف انت اللياقة البدنية عندك يعني اللعيبة بشكل عام يعني لمستها على الطابة يعني تغيرت. عرفت علي؟ يعني ثقلهم لعيبة ريال بيتيس ثقلهم، ولو انه صحت لهم بصراحة كذا فرصة انه يعادلون بعد الواحد صفر، ولكن ما مشت مثل ما هم يريدون. ولكن ريال مدريد بصراحة آه، تحس توني كروز ناقص، توني كروز يا جماعة. يعني فالفيردي قاعد يعطيك عن لاعبين على فكرة، والله العظيم يا جماعة، والله ما أكذب عليكم، والله العظيم فالفيردي تحسه يعطي عن لاعبين. يعني لاعب قاعد يعطيك مباراة قوية بشكل مو طبيعي، لك يركض بالملعب ما تحس يوقف. يعني اتكلم تشاوميني، يعني المباراة ماشي الحال اليوم، ولكن عنده اغلاط يا اخي. تشاوميني عنده اغلاط مو طبيعية يا جماعة. يعني عندك كذا طابة تلاقيه يعني حتى وقت يقطعها بيرجعها للخصم، يعني هذا عندك مشكلة عنده. فلازم تحلها، يعني وجود كامافينجا ضروري، يعني رجوع كامافينجا على ارض الملعب ضروري. يعني حتى لو كان مودريتش قدوة، يعني نحن أنا من الناس تعرفوني يمكن من اكثر الناس اللي يحبون لوكا مودريتش. بس خلاص يعني انه انت عندك اليوم حاطط سيبايوس، لا اطلع سيبايوس وانزل يا اخي مودريتش من الدقيقه 60 خيو، معليش يعني 40، يعني بالنسبه لك 30 دقيقه يلعبها و35 دقيقه يلعبها مودريتش مع الوقت البدل الضائع ممتازات يا اخي. لاعب عنده حلول يعطيك كذا، او اي نعم يعني ممكن ننسى عليهم، يمكن ضيع يعني لوكا مودريتش استخلص منه الطابه نوبتين، ولكن مع هيك يعني اللاعب قاعد يعطيك مباريات، يعني ممكن انه يعني باسيست واحد يفرضك انت والحارس يعني. يعني لا شيء مو طبيعي يعني بصراحة. يعني حتى اندريك على فكرة، اندريك يعني نعم يعني لازم المفروض انشيلوتي زاد يعطيه صحيح انت كل اسبوع قاعد تعطيه او كل مباراة قاعد تعطيه دقيقتين وثلاث واربعة، لا بس لازم المفروض تعطيه اكثر. 10 دقائق اقل شيء يا اخي، خلص الدقيقة 80 نزله، خليه يعرف حاله انه هو عم يلعب 10 دقائق، بعدين رجع 20، بعدين من الدقيقة 60 نزله، بعدين خليه يبدأ اساسي، بعدين اي نعم عندك مباريات كاس، عندك مباراة دوري ابطال، عندك، ولكن انت تحتاجه. يعني لاعب عنده جودة، اللاعب عنده جودة، ولكن كان الهم الاكبر بصراحة هي انه نفك عقدة اول شيء كيليان امبابي. ولحد هنا يعني طبعا نصل معاكم لنهاية الحلقة، لانه بصراحة يعني ما في شيء تحكيه. يعني المباراة بشكل عام يعني ريال مدريد تحسه يعني انه بشي ناقص عنده، ما قاعد تعرف انت وين بدك، يعني الشيء الناقص ما قاعد تعرفه هو، بس هو توني كروز معنا. عرفت علي؟ يعني بدك لاعب مثل هيش، لاعب يكون مثل توني كروز، يكون عنده هاي اللمسة انه اطلع الرتم وانزل الرتم مثل ما اني بدي. معكم محمد بهاشتاج سبورت، لا تنسون تدعمونا وتشتركون بالقناة، والسلام عليكم.